اهلا بك يا عزيزي الكان. تخيل ابو الصحاب اني جاي بقول لك ان اخطر مجرم في بلدك يطلع هو البطل. هتصدقني؟ اكيد لا، بس قصه النهارده هي عباره عن كده. ركز معايا لان القصه متشقلبه، لان بجد ابو الصحاب القصه مش عاديه. تحقيق جريمه، رعب، اثاره مش عاديه. اهم حاجه تصحصح معايا وتكون صبور في البدايه عشان كل حاجه هتوضح لك في النهايه. ودلوقتي جهز ثبات فشاره واستعد للقصه. وبيبدأ الفيلم في مدينة أوتي سنة 2004، وتحديدا في الغابة دي في 3 رصاصات بيتضربوا وبنسمع 2 بيصرخوا، وبعدها الأخبار بتقول إن في شابين اتقتلوا في مدينة أوتي، وبيكون في سائح أجنبي مصورهم من بعيد وبيقول إن اللي قتلتهم واحدة ست. وبنشوف الضابط ألكسندر اللي بيقول إن المجرمة كانت عايزة تخطف بنت عندها 10 سنين، ولما الشابين شافوها حاولوا يمنعوها ضربتهم بالنار. واللي كان شاهد هو صاحب كشك الشاي السيد راما. والشرطة كانت حاطة كاميرات مراقبة عشان تراقب الأفيال، ومن كاميرات المراقبة دي شفناها وهي شايلة الطفلة وبتجري. وفي الفترة دي في كذا طفلة اختفت، والكل قال ان الست المجنونه اللي قتلت الشابين هي اللي ورا خطف الاطفال. الدنيا بتقوم وبيحصل مظاهرات قدام قسم الشرطه، والناس بتكون هتتجنن عشان عيالهم، والشرطه مش عارفين يردوا يقولوا ايه. وفي يوم 5 مايو 2004 الشرطه قتلت المجرمه في مواجهه ما بينهم، ولما دوروا ورا المجرمه عرفوا ان اسمها جوتي، والشرطه مسكتها وهي بتهرب في قطر تيروبور لراجستان. قبضوا عليها في المحطه دي، بس الطفله اللي خدتها ما كانتش معاها، ولما الشرطه استجوبتها اعترفت انها خبت الطفله. الكسندر بيقولوا لما رحنا معاها لقينا وش الطفله مشوه لدرجه ان صعب حد يتعرف عليها، ولما كان فريقنا بيشيل الجثه جوتي ضربت نار علينا من سلاح صنع ريفي، والشرطه انجبرت انها ترد وخلصوا عليها، وقبل ما يقتلوها كانت معترفه باللي عملته. واخر حاجه عرفناها عن جوتي انها قعدت في بيت في قريه صغيره اسمها انجر بورد لمده كام شهر، وبعدها الشرطه جمعت تفاصيل وعرفت ان جوتي هنديه شماليه، ومن السجلات عرفوا انها اتهمت بالخطف في قريه جايبور. ولما بيكونوا بيدوروا في الكوخ اللي خدوا منه الطفله لقوا الفستان بتاعها عليه اثار دم. الصحافه بتتكلم مع الناس، والست دي بتقول ان في واحد جه يقدم للطفله حلويات بس جوتي طلعت وضربته. الست بتقول انا سالتها ليه عملت كده، بس هي اتكلمت بلغه غريبه وماشي، والناس كلهم بيشهدوا ان اي واحده جوتي خطفتها كانت بتضربها بعنف الاول على اساس انها امها. والشرطه لما دوروا في الكوخ تاني لقوا في اسلحه كتير، ده زائد فساتين البنات اللي مليانه دم. ولما جابوا كلاب حراسه في بيت جوتي شموا حاجه تحت الارض. الضابط امر بالحفر ولقوا 4 اطفال مدفونين تحت التراب. الكل انهار، والناس كلها كانت عماله تصوت على عيالهم، وكل ده حصل من 18 سنه يا زميلي. واللي بتسمع الحادثه دلوقتي واحده اسمها فيمبا، وبعدها بنشوف ابوها راج، هو وبنته ما بيسيبوش حد مش تمام غير لما بيحاسبوه، وهو وبنته برضك مالهمش غير بعض، وبنته بتساعده في كل حاجه وبتحب الاطفال جدا وبتلعب معاهم، ولكن في معظم الاوقات بتقوم مخضوضه من حلم مخيف. وبرغم انها تضحك دايما وبتساعد الكل الا انها بتكون حزينه معظم الاوقات. اما ابوها فبيدور في ملفات قديمه وبيجي لها وهي بتلعب وبيقول لها جبت معلومات عن المفتش سورش. بتنصدم، وبعدها ابوها بيسيبها وبيروح لصاحب الكشك راما، بيعمل فيها انه بيشتري حاجه، ومن غير ما الراجل ياخد باله بيصور كل الصور اللي عنده، وبعدها بيسافر على تشيناي. اما فيمبا فبتروح تعلق صور جرايد لحادثه حصلت في 2004، وبعدها راجع ابوها بيروح للمحاميه بتاعته اللي بتقول له انت كنت فين؟ يعني انا نتابع القضيه بتاعتك وانت بتختفي؟ فبيقول له اصلي اشتغلت على قضيه اهم. ولما بيدخلوا جوه المحكمه بنعرف انه مسك قضيه جوتي. الكل بينصدم، والمحاميه بتهزقه وبتقول له انا مش هقف جنبك في قضيه زي دي. المدعي العام بيقول له انت مجنون يا ابني، هتترفع عن مجرمه زي دي؟ فبيقول له هنشوف القضيه هتوصل لفين. وبعدها بنشوف شخص اسمه راجان، وده بينصدم اول ما بيعرف ان القضيه هتتفتح تاني، والشخص ده بيكون معروف عنه انه فاعل خير وبيساعد الكل. اما الناس فكلهم بيقولوا استحاله القضيه دي تتفتح، وكلهم بيتهموا راجل انه عاوز يفتح القضيه عشان يتشهر وبس. وتاني يوم فيمبا وابوها بيروحوا المحكمه، وكل الناس بتفضل تهاجم فيمبا بالكلام لان هي اللي هتترافع في القضيه، وواحده من الستات بتحدفها بالشبشب على وشها. فيمبا بتوطي تجيب الشبشب ولكن ما بتضربهاش بيه، دي بترجعه لها يا زميلي. وبعدها الجلسه بتبدا، وفيمبا بتقول من كام سنه في بنت تعرضت للاغتصاب والقتل، والشرطه اتسرعت وقبضت على شخص بسبب الادله. واول ما الاخبار انتشرت في 500 واحد اقتحموا قسم الشرطه وخدوا الشاب ده وضربوه لحد ما مات، وبعدها ظهرت حقيقه الشاب وانه بس كان واقف ساعتها، لكن الصحافه غطت على كل ده. المدعي العام بيقول لها خش في الموضوع، ما تحسناش ان القضيه دي اتقفلت بسبب عاطفتنا. فبتقول له ما هو ده اللي حصل فعلا، بسبب كلام الناس والاعلام القضيه دي اتقفلت، احنا بنتعامل مع اي قضيه بعاطفتنا يا سياده القاضي، وهو ده اللي بيخلينا نعمل اخطاء كتير فيها، وانا طالبه من سيادتك ان يستجوب راما صاحب كشك الشاي. وفعلا راما بيطلع على منصه الشهود، وفيمبا بتقول له انت كنت الشاهد الوحيد ساعتها مش كده؟ طب احكي لي بقى ايه اللي حصل من اول اليوم. فبيقول لها يوميها كان الجو مغيم وساقع، وشفتها وهي ماسكه الطفله وماشيه، والشابين قابلوها ونزلوا عشان ينقذوا البنت، ولكنها رفعت السلاح وقتلت الاثنين، واول ما انا شفت اللي حصل استخبيت وخفت تشوفني، بس الحمد لله الجو كان مشبر وما شافتنيش. بتضحك وبتقول له ده انت بتحكي اللي حصل في الفيديو. فبيقول لها لا والله ده انا حتى كل ما افتكر الحادثه جسمي بيقشعر. بتقول له ماشي، وبتستدرجه في الكلام وبتخليه يعترف انه بيحتفل في المحل بتاعه كل سنه مع ناس كتير وبيتصور معاهم عشان بيحبوه. المدعي العام بينصدم، ورما بيقول ربنا يستر. بيرجع يكمل كلامه وبيقول لها بس ما احتفلتش في 2004. فبتقول له بس انا ما سالتكش على 2004 سياده القاضي، زي ما سمعت هو بيحتفل دايما، وبيقول انه ما احتفلش في
2004. طب انا معايا صوره ليه في 2004. المدعي العام بيعترض وبيقول لها ساعتها كان مشغول، فبتقول له طب اقعد بس كده واتفرج. بتوري القاضي صوره الاحتفال اللي في 2004 كانت تحديدا في يوم 5 مايو. يوميها رامي احتفل مع زعيم حزب الحريه للشعب. طب ازاي واحد شاف جريمه قتل وخطف وجري على البيت وهو خايف وبعدها احتفل عادي كده؟ المدعي العام بيعترض، فبتقول له يا عم ده الشاهد ذات نفسه ساكت، انت هتعترض له؟ بتبص له وبتقول له انت ما كنتش موجود ساعتها اصلا. سياده القاضي هو مش قال انها ما شافتوش بسبب الشبوره؟ امال ازاي هو شافها بقى؟ في كذا حاجه غلط حصلت في القضيه دي ورجاله الشرطه بنفسهم هم اللي عملوها. ما علينا، خلينا في السؤال التاني. جوتي ضربت على رجاله الشرطه نار بسلاح ريفي، عشان كده الشرطه قتلتها في المواجهه. طب ليه الشرطه ما قدمتش تفاصيل السلاح؟ وعشان كده انا عايز احقق مع فريق الكسندر. المدعي العام بيقول له احنا محتاجين وقت نجمع فيه التفاصيل دي يا سياده القاضي. القاضي بيقول له يا اخي تنيل، يعني جاي قضيه زي دي ومش مجمع تفاصيلها؟ طيب في الجلسه الجايه لازم كل الضباط اللي حققوا في القضيه دي يحضروا. وبالليل القاضي بيكون قاعد مع صاحبه اللي بيجيب له خمره، وعقبال ما صاحبه بيروح يقفل الباب بيشرب الكاس، صاحبه بيقول له جرى يا عم بالراحه على نفسك في الكحول. فبيقول له ما انت عارف اني مخنوق، ولولاك انت والكحول ما كانش زماني قاضي وكان زماني انتحرت من زمان. بنتي هتتجوز الشهر الجاي ومش عارف هجيب مصاريف الجواز دي منين. صاحبه بيهزر وبيقول له انت شغال شغلانه لو قبلت الرشوه فيها هتكسب ده. بيقول له غلط طبعا، الكرامه والشرف غاليين جدا واستحاله اقدر اعوضهم بالفلوس. اما في مدينه تشنياي فبنشوف حفله معموله لمحامي كبير اسمه راجا بيجي له وبيقول له انا عايزك تقفل لي القضيه دي باي ثمن، قصده على قضيه جوتي يا زميلي. وبعد كام ساعه بيخرج من عنده وراجن بيديله هديه، وفي الطريق المساعد بتاع راجا بيقول له انت هتسيب شغلك عشان تمسك القضيه بتاعته؟ فبيقول له يا ابني ده مش اي حد، وبعدين هو مش بيطلب مني امسك القضيه، ده بيأمرني. ولا انت مش شايف التمثال الذهب اللي جايبهولي؟ وتاني يوم بيكون راجا واقف عند بتاع الشاي وبينصدم لما بيعرف ان راجا هو اللي هيمسك القضيه. بيروح يقف مع فيمبا في المكان ده وفيمبا بتكون قلقانه، بيقول لها انت خايفه من راجا؟ بتقول له لا، خايفه من الناس اللي في المناصب العاليه ومعاهم فلوس وبيدوسوا على اللي زينا. بيقول لها طول ما احنا مؤمنين ربنا هيكون معانا، بس لازم تحذري من راجا عشان مخادع ودي فرصتنا الاولى والاخيره. بتقول له مش محتاج تقول لي كل ده يا اخي، ده انا اتعلمت القانون مخصوص عشان القضيه دي، بس ما ينفعش اللي اسمه راجا ده يعرف نقطه قوتنا مهما حصل. بيقول لها ما تقلقيش هاخد بالي. وتاني يوم راجا بيوصل المحكمه وكله بيتصور معاه، وبعدها بتبدا الجلسه والقاضي بيكون عارفه وبيقول له اتكلم يا راجا. فبيقول له احنا بنخلي المجرمين تحلف، بس شكلها هخلي المحاميه دي تحلف هي كمان. هي خلت بتاع الشاي يسحب شهادته بس نسيت حاجه، الصوره اللي قدمتها دي فيها راجل معروف والراجل ده اصلا مات يوم 3، ازاي بقى تصور يوم 5؟ فيمبا بتعترض لكن راجا بيقول لها يا ست اسمعي للاخر بقى. وبيكون مع مرات الراجل اللي في الصوره، بيوري القاضي اوراق تثبت كلامه وبيقول له بخصوص السلاح بقى فحصلت حريقه في مركز الشرطه سنه 2007 وكل الادله اتحرقت. بيقدم له مستندات بالكلام ده والقاضي بيتاكد منها وبيقول لفيمبا عندك اسئله تانية؟ بتقول له عاوز استجوب المفتش اللي قبض على جوتي. وفعلا المفتش الكسندر بيوصل وفيمبا بتقول له انت اللي قبضت على جوتي مش كده؟ بيقول لها ايوه انا وفريق قبضنا عليها. بتقول له طب وعرفت منين مكانها؟ بيقول لها دي معلومات سريه واستحاله اعرفها لك. بتقول له يا جدع يعني البلد كلها بتدور عليها وهي هتروح محطه قطر عادي كده وسط الناس؟ بيقول لها ما هي كانت عامله نفسها واحده منهم. بتقول له يا عم ماشي، لما رحت تقبض عليها مش المفروض يكون معاك شرطيه؟ بيقول لها ما كانش عندنا شرطيه في اليوم ده. بتقول له طب انت استجوبتها فين؟ وهل صورتها وهي بتعترف ولا لا؟ الضابط بيحاول يلفت من السؤال بس فيمبا بتصمم عليه. راجا بيتعصب وبيقول القاضي كان لازم يقبضوا عليها بسرعه يا فندم، ده زائد ان ما كانش في تليفونات بكاميرات في الايام دي ومصور الشرطه ما كانش معاهم يوميها، وانا بطلب من المحكمه تشغل الفيديو اللي اتصور لجوتي. وفعلا بيشغلوا الفيديو وراجا بيقول ان جوتي كانت مجرمه ولازم تتحاسب. القاضي بيتعصب وبيقول لفيمبا تقدمي دليل يا نقفل القضيه، والجلسه الجايه هتكون بعد بكره. وبعد ما الجلسه بتخلص رجاله راجا بتحاسب الست اللي جابوها تشهد لصالحهم. اما راجا فبيقول للمساعد بتاعه في حاجه غلط، انا عايزك تجمع لي كل التفاصيل عن فيمبا. اما راج فبيقول لفيمبا انت ليه ما اتكلمتيش؟ بتقول له عشان راجا بيحاول يستفزني وانا عارفه هعمل ايه كويس. الست دي بتكون ام واحده من البنات اللي ماتوا وبتوقف فيمبا وتفضل تهزقها عشان بتدافع عن مجرمه. راج بياخدها وبيمشي لكنها بتفضل مركزه مع كلامها ومتاثره وبتفضل طول اليوم تفكر في كلام الست. ابوها بيقول لها خلاص بقى انسي. بتقول له الكل بيتكلم عن شرفنا من ساعه ما فتحنا القضيه دي، بس انا عارفه احساسهم وزعلانه عليهم. بيقول لها خلاص انسيهم وخدي المذكره بتاع جوتي قريها، انا عارف انك قريتيها 100 مره بس انا واثق ان المره دي هتكون مختلفه وعايزك تتعاملي في القضيه دي على انك جوتي مش فيمبا. كلامه بيديها ثقه وبتبدا تقرا في المذكرات. اما جوتي فبتقول انها زي اي واحده عندها احلام لحد ما في شخص دخل في حياتها وشقلبها. حبته جدا لدرجه انها افتكرته ملاك من السما. بتقول حياتنا كانت سعيده جدا لمده 6 شهور لحد ما الناس قتلوا جوزي باسم الشرف، وده لانه كان من طائفه تانية. وبعد ما كانت حياتي ضلمه ولدت وحياتي رجعت نورت تاني. كانت بتحب بنتها جدا يا زميلي وعاشوا مع بعض اجمل ايام حياتهم لحد ما جالها 2 جيرانها وادوها عنوان راج عشان هو اللي هيساعدها تشتغل. وفعلا بتقابل راج وراج بيوريها بيتها اللي هتقعد فيه، بتفضل تنظفه هي وبنتها وبعدها بيكملوا حياتهم وكانوا مبسوطين جدا مع بعض. وفي يوم جوتي راحت
راحت لراج وهي بتعيط لانها مش عارفه تقدم لبنتها في المدرسه ومحتاجه اسم اب. فراج بيروح معاها وبيسجل البنت على اسمه. وفي يوم كانت جوتي بتسمع الاخبار وعرفت ان في اطفال كتير اتخطفوا. وبعدها بكام يوم خرجت هي وبنتها والشاب ده راح يدي لبنتها شوكولاته، بس فيمبا هزقته وخدت بنتها ومشي، وده لانها خافت لا يكون واحد من اللي بيخطفوا الاطفال. بس عشان تصالح بنتها راحت جابت لها عجله ورجعوا يكملوا حياتهم عادي وهم مبسوطين. راج بيقول لفيمبا سيب المذكرات عشان اتاخرنا على المحكمه، وفعلا بيروحوا على المحكمه والجلسه بتبدا. فيمبا بتقول للقاضي الشرطه اكدت ان جوتي من شمال الهند بس ده كده. راج بيقول لها انت مجنونه، ما كلنا عارفين هي منين، ولو كلامك صح اثبت لنا وهاتي دليل. فبتقول له انا معايا دليل. سياده القاضي الشرطه بقت كل ما تقبض على مجرم ومش عارفين هو منين فبقوا اسهل حاجه يقولوها شمال الهند عشان الناس عارفه ان بتوع شمال الهند مجرمين، بس في الحقيقه ان جوتي تميليه، وعشان اثبت كلامي عايزه سيلفي تطلع على منصه الشهود. وفعلا بيستدعوها وبتكون ست كبيره وبتقول انها ام جوتي وكانوا عايشين في قريه بسيطه، وجوتي بنتها كانت طيبه جدا وعمرها ما اذت حد، بس في يوم حبت واحد وهربت معاه واتجوزته. والطائفه بتاعتنا بيخافوا على سمعتهم جد عشان كده دوروا عليهم وقتلوا جوزها باسم الشرف. فيمبا بتقول لها طب واللي حصل في 2004؟ بتقول لها مرات ابني طردتني من البيت ومن ساعتها ما اعرفش حاجه غير منك انت النهارده. فيمبا بتقول للقاضي ام جوتي اهي واعترفت انها تميليه. القاضي بيقول للراجل تقدر تستوجب الشهاده. بيقوم يسالها اسم بنتك ايه بالكامل، فبتقول له ساكتي جوتي. بيقول لها طب عندك صوره ليها او اي حاجه؟ فبتقول له الناس حرقت كل حاجتها بعد ما هربت مع جوزها، بس هي كانت طيبه جدا ومش بتاذي حد. بيقول لها عشان كده عملت بلاوي سودا في 2004 مش كده؟ الست بتعيط وبتقول له بنتي عمرها ما تعمل حاجه زي دي يا باشا، ولما بتعيط بيسيبها وبيقول له القاضي شفت فيمبا بتعمل ايه؟ جايبه ست عجوزه تعيط عشان ما نسالهاش، ده غير ان في كذا واحده باسم جوتي، تضمن منين ان دي ام جوتي اللي احنا بنتكلم عليها؟ فيمبا بتقول له لا ما انا معايا دليل وعشان كده عايز استجوب راج بيرفض، بس راج بيقوم يحرجه وبيضحك الناس عليه. القاضي بيزعق لهم وبيقول له راج اطلع على منصه الشهود، وفعلا بيطلع على المنصه وبيقول لهم انا من قوتي، وفي يوم قابلت زبون وانا مسافر وكانت جوتي شغاله في بيته والراجل طلب مني اني اساعدها فقلت له خليها تجيلي، وبعد ما اتكلمت معاها عرفت ظروفها وشغلتها محاسبه، وبيحكي لهم كل اللي عملوا معاها. وفيمبا بتقدم لهم الورق اللي يثبت كلامه. راجا بيقول له طب انت كنت فين يوم ما اتقتلت؟ وما دام انت ما اعترفتش للشرطه بالكلام ده يبقى انت شريكها. بيقول له بس يا حبيبي اهدى على نفسك، انا لسه ما خلصتش كلام. يوم 4 مايو 2004 انا كنت شاهد على اللي حصل، كنت قاعد بقرا الجرايد ولقيت بنتها خارجه بتلعب بالعجله وقعدت عربيه صفراء على الطريق، ومره واحده لقيت جوتي بتصوت. طلعت اشوف في ايه، لقيت الناس اللي في العربيه خاطفين بنتها وهي بتجري وراهم. راجا بيقطعه وبيقول له لا حلوه الاغنيه بس احنا عايزين دليل. فيمبا بتقول له معايا يابا الدليل بس عايز اشغل الفيديو تاني. ولما بيشغلوا الفيديو بتقول لهم انتوا شايفين شايله البنت ازاي؟ بقى دي منظر واحده خاطفه عيله. راجا بيتعصب وبيقول لها لو الطفله عايشه كنا هنسالها بس هي ميته. بتقول له لا يابا الطفله عايشه وواقفه قدامك. الكل بينصدم لان فيمبا تبقى بنت جوتي. وبعدها كل الاخبار بتتكلم عن الجلسه اللي حصلت النهارده، اما راجا فمش بيرد على مكالمات راجان. المساعد بتاعه بيقول له فيمبا كلامها صح وراج مش ابوها الحقيقي، انما الجثه اللي لقوها في الكوخ زمان فدي جثه بنت اسمها انجل كانت من ميتم، ولما نقلوها لمدينه اوتي البنت اتخطف والشخص المسؤول عن الميتم عمل بلاغ في نفس اليوم. راجا بيتعصب لان راجان خبى عنه حاجات كتير. بيروح يقابله وهو متعصب لكن راجان بيقول له انا عرفتك ان السلاح بتاعي وانا اللي حطيته في الكوخ بس ما كنتش اعرف انها هتطلع بنتها. راجا بيتعصب اكتر فبيزعق له وبيقول له ما اقدرش اعمل لك حاجه، انا عملت كده ولبست امها تهم ما عملتهاش عشان احافظ على سمعتي والاخر نفس فيا لازم الناس تفضل شايفاني ملاك، وبعدين ما انت اشتغلت في 99 قضيه لناس شمال. فبيقول له بس انت الوحيد اللي ما عرفتنيش كل حاجه. فيمبا سكت طول السنين دي لحد ما الناس تكون جاهزه تسمعها، واكيد ما فتحتش القضيه كده وخلاص، هي مجهزه لها كويس. وبالليل راجا بيروح يقابل المفتش الكسندر عشان يحكي له كل اللي حصل. فبيقول له احنا رحنا مع فرقه كلاب وعرفنا ان الشابين كانوا بيروحوا المكان ده، ولما حفرنا لقينا جثه بنت وفتشنا من الناحيه التانيه ولقينا 4 بنات مدفونين لان الشابين دول كانوا اوسخ من الكلاب، كانوا بيعتدوا على البنات ويدوهم حبوب تقتلهم ويدفنوهم. وبعد ما عرفت راجان المعلومات دي بقى الدكتور يمسح كل الادله اللي في المكان وخلينا الكل يصدق ان جوتي كانت هي اللي بتخطف وبتقتل، ونقلنا جثث ال4 بنات لجنينه البيت بتاعها، والدكتور مات والاثنين اللي كان معاهم الكلاب اتنقلوا لمدينه تانيه في يوميها، يعني محدش غيرنا احنا الثلاثه يعرف اللي حصل. وتاني يوم راج بيكون قدام المحكمه وبيرن على حد ولكن تليفونه بيكون مقفول. اما فيمبا فبتقدم اثبات للمحكمه على كل الكلام اللي قالته في الجلسه اللي فاتت، وتروح تكمل استجوابها لالكسندر وبتوري له صوره وبتقول له فاكرها مش كده؟ بيقول لها الصوره دي لما كانت الناس عامله مظاهرات قدام القسم في 2004. فبتوري الصوره للقاضي وبتقول له في البرج اللي وراهم كانت الساعه 6:30 وكان الكسندر موجود، وزي ما هو قال الطريق بياخد 3 ساعات ونص، وعلى حسب السجلات انت قبضت على جوتي الساعه 8، يعني وصلت في 90 دقيقه. راجا بيعترض فبتقول له يا عم رايح انت دلوقتي؟ سياده القاضي ده لو كان راح بطياره كان هيتاخر عن كده، انت كذبت علينا يا
الكسندر، بس منين رحت مع جوتي الكوخ ومنين حاولت تهرب منك؟ سياده القاضي، قصه ان جوتي ضربت نار على الشرطه وواجهتها كانت كذبه، طب ليه ما يكونوش الشابين هم الغلطانين والشرطه عملت كده عشان تداري على رجان؟ رجا بيقوم وبيقول له القاضي الموضوع ده كله ما يخصش رجان، اصلا الكسندر ما قبضش عليها، بس شرطه تيرابور هي اللي مسكتها، وغلطه الكسندر انه ما افتكرش الكلام ده، وبيقدم ورق يثبت كلامه. فيمبا بتقول له القاضي اكيد الورق ده ملعوب فيه زي غيره عشان هي اللي مسلمه نفسها للمفتش سوريش باندي، ومن بعدها اسم سوريش ما اتذكرش في القضيه. رجا بيقول عشان كان مقدم مذكره نقل واتنقل يوميها. فيمبا بتزعق وبتقول هم اللي نقلوه عشان عارف الحقيقه وانا بستدعيه كشاهد. رجا بيقول لها انا عايز اعرف انت متخرجه من كليه حقوق ولا من محرقه؟ ده تالت شاهد تطلبيه ويكون ميت يا بنتي، ولا انت ما تعرفيش ان سوريش انتحر امبارح؟ رج بيعمل مكالمه وبيرجع لفيمبا وبيقول لها معاها حق. فيمبا بتكون واقفه مصدومه ورج عمال يتكلم وهي ولا سامعاه، وبعد ما الكل بيمشي المحكمه بتفضى عليها. وبعدها راج بيستدعيها في مكتبه وبيقول لها شكلك مش عارفه انت واقفه قصاد مين، انا عيلتي كلها كانوا من كبارات المحامين في البلد، تعالي بقى اعرفك ايه اللي حصل امبارح. كنت قاعد مع الكسندر وحكى لي كل حاجه، ولما عرفت منه حكايه سوريش عرفت خطوتك الجايه، نصيحه مني بقى سيبك من شغلانه المحاميه دي وتعالي اشتغلي عندي سكرتيره، اهو على الاقل يا ستي هتكوني ضامنه انك هتمسكي فلوس كل اول شهر. فيمبا بتمشي وهي مصدومه وبتروح تعيط في الكنيسه، ابوها بيجي لها وبيقول لها خلاص سيبي القضيه عشان مش هنقدر، من بعد سوريش احنا خسرانين القضيه مفيش كلام. فيمبا بتنصدم من كلامه وراج بيقول لها انا مش عايز اخسرك انت كمان، العالم ده بتاع الناس اللي زيهم وبس. بتقول له لا طبعا الخير مسيره هينتصر على الشر وهتشوف. ولما بتروح البيت بتكون زعلانه وابوها بيقف مع المساعده بتاعته وبيقول لها خلاص احنا خسرنا القضيه، وبيحكي لها انه راح يتكلم مع سوريش وكان مستعد يشهد معاهم، وبيقول انا خليت الناس يفتكروا اني مسكت القضيه دي عشان اتشهر، وكنت بعمل كده بس لحد ما سوريش يظهر، بس الكلاب خلوه يقتل نفسه. وبتكون فيمبا خلاص فقدت الامل يا زميلي، بتعيش اسود فترات حياتها وبتروح بيتها القديم، ولما بتبص في المرايه بتحس انها شايفه امها وكمان بتدعمها عشان تكمل. ومره واحده بتسمع صوت حد بره، ولما بتخرج بتلاقي نفس الست اللي هزيتها قدام المحكمه. الست بتقول لها استحاله تقولي انك بنت مجرمه الا لو امك بريئه، سامحيني يا بنتي على اللي قلتهولك وما تقلقيش كل ام زيي بتدعمك. وبعدها فيمبا بتروح تزور مرات سوريش وعياله، ومره واحده بيوصل رجان عشان الست هي اللي كلمته. فيمبا بتفضل بصله بنظره حاده، وبعد ما مرات سوريش بتمشي بيقول لفيمبا عنادك هيخلي ناس كتير تموت غيره. ولما المساعده بتاعتها بتتكلم بيزعق لها وبيقول لفيمبا انسي انك تكسبي القضيه عشان ما تخلقش اللي يعرف يقف قدامي. البنت بتتكلم تاني ولكنه بيتعصب وبيكسر الكوبايه وبيقول لهم لما انا اتكلم عايز كله يخرس، الناس لازم تحترمني حتى يوم ما اموت ومش هسمح لحد يغير الوضع ده، وكتحذير اخير سيب المدينه وامشي. مرات سوريش بتيجي فبيقول لها معلش وانا قايم الكوبايه اتكسرت. صحيح، وبيبعتي لي عيالك عشان ادخلهم المدرسه على حسابي. بتقول له لا متشكره مستوره والحمد لله. وساعة الجلسة فيمبا مش بيكون عندها حاجة تقولها. رجا بيقول للقاضي خلاص يا باشا هتقول ايه؟ فيمبا بتقول له انت بتهري كتير ليه؟ خش في قلب الموضوع. سيادة القاضي طول ال 18 سنة اللي فاتوا كنت فاكرة ان اقدر اثبت براءة امي، على فكرة انا حاسة بكل الامهات اللي خسرت اطفالهم، اصلي واقفة قدامك وعاجزة، بس انت قلت عليا مجنونة يا راجل. هي البنت لما تقف في محكمة عشان تظهر العدالة تبقى مجنونة؟ لا انت فاهم الحياة غلط خالص. عمرك صحيت وحسيت ان في 100 شخص بيخنقوك في وقت واحد؟ اكيد لا، اصل انت عيلتك كلها محامين مشهورين، انما انا ما كنتش محظوظة زي اخر مرة فرحت فيها كانت من سنين، خسرت امي وخسرت حاجات كتير جدا. وبتفكر القضية باسم طفلة لقوها مقتولة في نفس السنة، وبتقول له كل بيت فيه طفلة في نفس عمرها وغيرهم، بس فكرت ولو لمرة ان عيالك ممكن يكونوا مكانهم؟ مشكلتنا اننا فاكرين عيالنا بتكبر في بيئة آمنة. عايزاك لما تكون قاعدة حلوة مع عيالك اسأل عشان تعرف ان كان حد غلط في بناتك، وانت عارف انا قصدي ايه كويس. محدش عارف بيكون احساس الاطفال دول ايه بعد اللي بيحصل لهم. رجا بيتعصب وبيقول لك كلمي في القضية مش براها. بتقول له ما هو عشان كده انا استلمت القضيه بعد السنين دي كلها، وعشان كده برضه امي قتلت الشابين. انت عمال بتقول جوتي قتلت الشابين اللي مالهمش ذنب، طب ما فكرتش مره واحده ليه هي عملت كده؟ راج بيقول لها بلاش تقولي. بتقول له انا اسفه بس لازم جزء من الحقيقه يظهر حتى لو على حساب شرفنا. سياده القاضي انا واحده من اللي تم الاعتداء عليهم على ايد الشابين دول، كل ما بقى قاعده لوحدي بفتكر اللي حصل، لدرجه ان من ساعتها لحد دلوقتي بقوم من النوم مخضوضه عشان بحلم بيهم. تخيل بقى كام بنت غيري عاشوا نفس المعاناه دي. وفي وسط ما هي بتتكلم الكل بيعيط يا زميلي. فيمبا بتقول الاربع بنات اللي انتوا لقيتوهم تم الاعتداء عليهم وقتلهم على ايد الشابين دول، الشرطه طبعا زيفت كل ده بامر من رجان. رجا بيقوم وبيقول له دي بتحور، فبيقول له اقعد انت دلوقتي. فيمبا بتقول له انا ما عنديش حاجه اقدمها لك غير الدموع والحقيقه، اللي واقفه قدامك مش محاميه، اللي واقفه قدامك دي الضحيه. بيقول لها اسمعي يا فيمبا انت مش عارفه انا متعاطف معاكي قد ايه، بس انا قاضي يا بنتي يعني باخد بالادله وبس، اصل الطب الشرعي ما قالش ان الاطفال تم الاعتداء عليهم
عليهم، وعشان كده الجلسة الجاية هتكون الأخيرة، ولو مش معاكي دليل هضطر أحكم في القضية. البنت دي وهي قاعدة بتعمل هاشتاج باسم العدالة لجوتي، والناس كلها بتبدأ تتعاطف مع جوتي وفيمبا. وفي الجلسة التانية فيمبا مش بتكون موجودة، وبتكون واقفة عند قبر أمها وخلاص فقدت الأمل إنها تكسب القضية. بتقول لأمها خلاص أنا خسرت، سامحيني يا أمي. بس بتيجي جارتها وبتقول لها لسه ما خسرتيش. وفي الوقت ده القاضي بيقول إنه هيستدعي راجان. راجا بيتعصب وبيقول له بس أنت قلت إن دي الجلسة الأخيرة. بيقول له يا عم ما يجراش حاجة لو استدعناه. راجا بيتعصب أكتر وبيقول له لا طبعا مش هنستدعيه. بس القاضي بيخرج عن شعوره وبيقول له دي مش محكمة اللي جابوه، أنا هنا اللي بحكم. وفي الوقت ده الجارة بتعرف فيمبا معلومة مهمة وبتفرحها، ولكن بعدها في حد بيتصل على القاضي وبيقول له انت مش قد راجان عشان تتحداه. القاضي بيقول له انا بعمل شغلي وانت عارف ان فرح بنتي قرب. القاضي بيقول له مفيش مشاكل، راجان هيجي لك ومعاه نقطة بنتك. وفعلا بيجي له في فرح بنته وبيديله شنطة فلوس وبيشتريه. او ملحوظة بعيدا عن الفيلم يا زميل، طبعا انت مستغرب هو محتاج الفلوس ليه بعد ما خلاص بنته اتجوزت. ده يا ابو الصحاب لان البنت هي اللي بتدي مهر للعريس في الهند. المهم ان صاحب القاضي بيجي يهزقه وبيقول له بعت شرفك من النهارده ما يشرفنيش انك تبقى صاحبي. وبعدها بيجي ميعاد الجلسه اللي راجان هيحضرها. القاضي بيقول لفيمبا تقدري تستجوبيه. فيمبا بتقول له كلمني عن نفسك. بيقول لها انا راجل شريف وبعمل خير كتير والناس كلها عارفه عني كده. بتقول له انت عندك شركه في تيروبور، الناس رفعت عليك شكوى ان شركتك واخده اراضيهم الزراعيه. بيقول لها المحكمه برأتني ساعتها. بتقول له شركتك في النسيج في اخر فتره خسرت وانت عشان تاخد مبلغ التامين ولعت في المخزون. راجا بيتدخل بس راجان بيقول له لا سيبها لي، بص يا بنتي الشركه اتحرقت وانا ماليش ذنب في اللي حصل. تقول له طب والشكاوي الكتير اللي بتتقدم ضدك وما بتتحولش القضيه؟ بيقول لها عشان كلهم بيكذبوا. المساعد بتاع راجا بيقول له هو انت ليه ساكت؟ بيقول له اصل عندي مفاجاه في اخر الجلسه هفجرها، اكتشفت حاجه ما حدش اكتشفها. اما فيمبا فبتقول له راجان سنه 2004 جنب اشاره بلاميدو انت عملت برنامج اجتماعي ووقفت الطريق، كان في مريض محتاج يروح المستشفى في اسرع وقت لكن بسبب الساعتين بتوعك المريض مات. الناس بتقول انك قصدت تعمل الاجتماع عشان تقتله. بيقول لها انت بتتلككي ولا ايه؟ بس في عاداتنا التميليه مش بنهين الستات. بتقول له بس احنا بنهين الرجاله عادي. الكل بيتعصب بس القاضي بيقول لهم اقعدوا مكانكم. راجان بيسيب الجلسه وبيمشي لكن فيمبا بتفتكر اللي عمله وبتقول له عندك كليفه وانا قلت لك امشي. القاضي بيقول له خلاص يا عم خليها تستجوبك. اصل القاضي ما باعش نفسه ولا حاجه يا زميلي، هو بس حب يسوح راجان عشان يثبت الحقيقه ويخلي براءه جوتي تظهر قدام الناس كلها. المهم ان فيمبا بتقول لراجان مش انت بتستعمل مسدسات مرخصه؟ طب ابنك مسك سلاحك قبل كده؟ بيقول لها كان صغير وما يعرفش مكانه. بس راج بيجيب الراجل ده وفيمبا بتقول له بعد ما ابنك مات انت رحت اوتي. بيقول لها ايوه بس ما زرتش اي اماكن. تقول له كداب عشان الراجل ده شاهد عليه. الراجل ده بقى اللي شاف الكسندر وهو بيسلمك جوتي وهو اللي فتح لكم باب المصنع بتاعك. مالك عرقت كده ليه؟ خوف؟ فبيتعصب وبيقول لها انا مش بخاف من حاجه. فيمبا بتستفزه وبتظهر وشه الحقيقي. يقول لها عاوزه تعرفي انا عملت ايه؟ ايوه انا رحت هناك عشان اقتل جوتي، ولا المحكمه ولا القانون ولا اي حد هيقدر يعمل معايا حاجه. القاضي بيقول له انت اتجننت ولا ايه؟ رد على سؤالها انت ليه رحت هناك؟ فيمبا بتقول له سيبك منه وانا اللي هجاوبك، انا كنت بلعب بالعجله وابنه وصاحبه خطفوني، امي شافتهم وطلعت تجري وراهم بس ما لحقتهمش، راحت الغابه ولقيتهم راميين لبس. وفعلا يا زميلي بتفضل تدور في الغابه لحد ما بالليل بتشوف الكوخ بتاعهم، بتروح عليه وبتلاقي ازايز خمره وحقن وبراشيم وبلاوي سودا، وبتشوف الجزمه بتاعت بنتها، بتلاقي بنتها مستخبيه جنبها، ولما بتمسكها بتلاقيها قطع ميه ونور من اللي حصل لها. بتكون مرعوبه عليها وبتفضل تقول لها قومي، انت قلتي لي مش عايزاكي تعيطي بس انا دلوقتي بعيط عشانك، قومي يا بنتي. بتكون منهارة عليها وبتنصدم لما بتشوف فستانها عليه دم، بتعرف اللي حصل لها يا زميلي وبتفضل تفتكر ايامها معاه. بس فيمبا بتفوق وبتشاور لها على الاوضه دي، بتقول لها في بنت نفس حالتي جوه. البنت دي كانت انجل يا زميلي. فيمبا بتقول لما دخلنا نشوفها لقيناها متبهدله جدا، والصدمه الاكبر انها ماتت بسبب الادويه الكتير اللي ادوها لها. واللي حصل يا زميلي ان جوتي خافت وسابتها وكانت بتجري مع بنتها، بس الشابين بيقابلوهم وبيحاولوا ياخدوا منها البنت، بتزق الاتنين بتوقعهم، ولما ابن راجان بيروح وراها بيقع والسلاح بيتنطر من جيبه. فيمبا بتقول الشرطه قالت ان امي ضربت عليهم نار بسلاح ريف، لكن السلاح ده كان بتاع ابن راجان اصلا. امي مسكت السلاح وهددتهم بيه بس افتكرت اللي عملوه فيا، ضربت اول واحد في رجله والتاني في قلبه وخلصت عليه. ابن راجان بيجري على العربيه ولكنها بتروح وراه وبتخلص عليه هو التاني، بترجع للرش وبتديله البن وبيغمى عليها يا زميلي. الشرطه والصحافه طلعوا عليها ان هي اللي خطفت الاطفال وانها المجرمه الحقيقيه، وكانت فيمبا بتقوم من النوم مخضوضه. جوتي كانت بتفضل تعيط عليها، واول ما عرفت ان الكسندر وفريقه بيدوروا عليها فكرت في فيمبا. راج بيجي لها وبيقول لها الشرطه داخلين علينا، يلا لموا الهدوم عشان نهرب. جوتي بتقول له لا انا هخرج اسلم نفسي وانتوا لازم تاخدوا بالكم من بنتي، دي امانه انا سايبها لكم، ما تخافيش يا فيمبا انا هفضل معاكي طول عمرك وهكون جواكي. وفعلا بتخرج تسلم نفسها وسورج بيعرف حكايتها، بس الكسندر بيرن عليه وبيقول له هاتهالي، وراجان خدها على المصنع بتاعه وخلص عليها. الكل بيتاثر من اللي سمعوه، وفيمبا بتقول للقاضي بدل ما الناس يعملوا لها تمثال قالوا عليها مجرمه، والمجرمين اللي بجد
والناس كلها بتحترمهم. انتوا لو ضربتوا حد لحد ما يموت هيتنفس لاخر مره، انما ما تعرفوش المعاناه اللي الاطفال بتواجهها لما يحصل لهم كده في السن ده. انا مش عارفه كام واحده حصل فيها زي هتطلع تتكلم ولا لا، بس ما ينفعش نسيب الشر ولازم العداله تتحقق. راجا بيكون قاعد يرسم جناحات الملائكه، والقاضي بيقول له عندك اسئله تاني؟ فبيقول له لا انا بس عندي تصريح، دي مش بنت جوتي خالص. فيمبا بتنصدم، وراجا بيقول له دي الملاك بتاع جوتي، وبيفتكر اللي المساعد بتاعه قاله له، وبعدها بيتحكم على راجان بالاعدام، والكسندر ورجالته بيتحكم عليهم ب10 سنين سجن، وجوتي بيتعمل لها قبر محترم، وكل الناس بتيجي تحط عليه ورد، ومن ضمنهم بيكون راجا. بيقف جنب فيمبا وبيقول لها انت مش بنت جوتي يا فيمبا، اقصد يا انجل، محدش غيري يعرف الحكايه دي، اي حاجه البنت بتعملها عشان امها انت عملتيها عشان جوتي، ليه عملت كده؟ فبتحكي له ان جوتي لما جت الكوخ انقذتها هي الاول، بس فيمبا كانت ماتت. انجل بتقول له جوتي دفن بنتها جنب الكوخ وفضلت تعيط عليها، وعشان انا فهمت الوجع اللي جواها وتضحيتها بقيت عايشه كفيمبا بنت جوتي، لان جوتي تستاهل اللي انا عملته عشانها، وما تنساش انها انقذتني، والاخر لحظه في عمرها كانت خايفه عليا وامنت لي حياتي. وهو ده رد الجميل يا زميل، اي حاجه هتعملها في حياتك سواء حلوه او وحش هتترد لك، لان هي دي الدنيا، داين تو دان. وهنا بينتهي الفيلم يا زميل. عجبك ما تنكرش، انزل بقول لي في الكومنتات لاني بجهز لك فيديو طرش، وقول لي برضك في الكومنتات انك استمتعت معايا وان تلخيصي حكايه، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو ينزل هنا، وخش على قناتي اللي في الوصف هتلاقي عليها شغل فاخر وده وعد يا عمنا، والى اللقاء مع كل جديد. سالم.